الهدف الثاني، فرصة الهدف الثاني، الجزاء في المرمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم عبر برنامج التعليق الرياضي، والذي نستضيف فيه ضيفا آخر معنا في هذه الحلقة. اسمحوا لي في البداية نعطي فكرة عن ضيفنا لهذا اليوم. هو إعلامي مخضرم ومعلق رياضي معروف، طبعا معروف بالنسبة للأجيال الماضية، بالنسبة للجيل الجديد لم يعرف، أعتقدش أن عندهم فكرة كبيرة عليه. ضيفنا في هذه الحلقة هو إعلامي رياضي دخل المجال الإعلامي في عام 1977 أو في نهاية عام 1977، واستمر في هذا المجال حتى وقتنا الحاضر. هو عمل في بداية حياته كمراسل لبرنامج من الملاعب مع المرحوم يونس نجم والأستاذ محمد بن راس علي. بعد ذلك تدرج وانتقل إلى التعليق الرياضي المسموع عبر برنامج الرياضة الجماهيرية مع الأستاذ محمد بن تاهية، وأيضا التعليق المرئي. بعد ذلك انتقل وشغل منصب عضو في الأمانة العامة لنقابة المصورين، وهو حاليا يشغل أمين نقابة المصورين والخطاطين بشعبية مصراتة. أكثر من 30 عام في المجال الرياضي، خبرة طويلة تستحق أن يشار إليها عبر قناة النادي شباب الرياضة الجماهيرية وبرنامج التعليق الرياضي. ضيفنا لهذه الحلقة هو الأستاذ عز الدين الزين، معلق الرياضي والإعلامي المخضرم الليبي. أستاذ عز الدين، السلام عليكم، أهلا وسهلا بك أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك أخوي عبد المجيد علوان على التقديم الجيد وعلى النبذة المختصرة على حياتي. وأنا حقيقة في بداية هذه الفقرة لابد من تحية قناة النادي، هذه القناة التي بدأت الحقيقة تشق طريقها حتى وإن شئت متأخرة بالنسبة للوسط الإعلامي وللحركة الإعلامية الرياضية، لكن هذه القناة الحقيقة قفزت بالنشاط الرياضي وتتبعت النشاط الرياضي. نعم. وأصبحنا الحقيقة نشاهد أي مباراة داخل جماهيرية يمكن شاهدها على هذه القناة المتميزة الرائعة التي تقفز بالحركة الرياضية، والتي بالتأكيد سيكون لها تأثير كبير على سلم الحركة الرياضية، وتدفع بعناصرنا الأمام وتخلينا نشوف كل نشاطاتهم ونتعرف على مواهبهم وحركتهم. طبعا اسمحوا لي اخوتي المشاهدين، انا نسيت نقول حاجه، يعني انك انت تركت المجال الرياضي الاعلامي او التعليق الرياضي عام 1995 تقريبا استاذ، وانتقلت للعمل الخاص، وهذا الشيء بنناقشوه معك استاذ خلال هذه الحلقه ان شاء الله. طبعا استاذ في البدايه يا ريت لو طبعا نحبوا نعرفوا بدايات عز الدين الزين، كيف دخلت المجال هذا، كيف يعني تملكاتك الرغبه ودخلت هذا المجال، خاصه انه في تلك الفتره يعني كان في عمالقه مثل الاستاذ حسن الشغيري والاستاذ محمد بن راس علي والورفلي وسويري وغيرهم. يعني كيف دخلت هذا المجال ودخلت بين هؤلاء العمالقه يعني في هذا المجال؟ والله الحقيقه لي في سنه في بدايه السبعينات كان عندي حب للاذاعه. نعم. وتقدمت لإذاعة الجماهيرية على أساس الانخراط في قسم المذيعين، وعملت مقابلة مع الأستاذ بشير الشيباني في وكالة الجماهيرية. نعم. وقال لي عليك على اعتبار أنك أنت من مدينة مصراتة. نعم. العمل هناي عليك أن تفكر في الانتقال الجدي والسكن والعملية هذه.
فالتقيت بأحد الأصدقاء نصحني، قال لي إن الانخراط في الإذاعة عمل صعب ويبي التزام، فما رأيك أن تبقى متعاون مع الإذاعة؟ طبعا قفز في ذهني كان في الوقت في ذلك الوقت محمد بن راس علي والأستاذ المرحوم يونس نجم كانوا يبحثوا على مراسل في مدينة مصراتة. نعم. وكانت أخبار مدينة مصراتة متعثرة، قلة الهواتف وقلة الاتصالات. نعم. في صعوبة، كانت في صعوبة جدا. وكان حتى البرنامج أحيانا يحتضر في المساء، يقول أنا مش نعطي معلومة كاملة نظرا لعدم وجود مراسل معنا من مدينة مصراتة. ففكرنا أن نتعاون مع الإذاعة، واتصلنا بالأستاذ محمد بن راس علي والمرحوم يونس نجم، وبدأنا الخطوات الأولى. الخطوات الأولى كانت متعثرة حقيقة، لأن ما عندناش فكرة على المجال الرياضي والمصطلحات الرياضية. نعم. طبعا الأستاذ محمد في صعوبات من ناحية يعني المصطلحات الرياضية، يعني كيف يعني أستاذ؟ هو فكرة برنامج من الملاعب هو برنامج مسموع، كان يذاع 9:30 نعم. وأحيانا 10 و10:30 على حسب توقيت مختلفة عبر سنوات عديدة. المصطلحات الرياضية عندما أنت تريد أن تكتب على مباراة صحيح. ليس كموضوع إنشاء، يعني تكتب في مدرسة أو تكتب في فصل أو في غيره، فأنت عليك أن تمشي عندنا نسق معين في المباراة، لازم تتبع الدقائق، أحيانا تضطر أنك تتبع الدقائق، حتى الوصف يختلف يعني ثم تخلق مفاجأة، لازم تعمل عامل تشويق في التعليق على المباراة، تخلي عامل تشويق لدى المستمع، على الأقل المستمع في تلك اللحظة لازم تشعر أنك أنت هو حضر المباراة وتابعها بدقائقها كاملة. نعم. هكذا أخذ بنا الأستاذ محمد بن راس علي والمرحوم يونس نجم، وبدأنا نتعاون معهم ونحاول أن نغطي المباريات داخل مدينة مصراتة من الملعب الجماهيري. فاستمرينا مع الإخوان، والحقيقة تعاونوا معنا بشكل جيد وقدموا لنا كل التسهيلات. ثم بدأنا ننتقل ونتعرف على بقية الإخوة. تعرفنا بعدها على الأستاذ عياد الزوي، وتعرفنا على محمد المبروك يونس، تعرفنا على المخرج القدير الله يذكره بالخير محمد حفتر، وتعرفنا على فتحي السويري، وتعرفنا على محمد بختار. وهكذا بدأنا أن نتعرف، كنا قلة ينعدوا على الأصابع. كان مصطفى فنوش في درنا على ما أعتقد، كان محمد المبروك يونس في طرابلس وقتها ما شاء الله يعني وقتها كان محمد بن تاهية خارج البلد. نعم. وكان كان محمد بن نجم على ما أعتقد في سبها. نعم. وكنا نتعاون في برنامج من الملاعب ونعد يعني في رغم فقرة. اختلاف التواجد يعني في مناطق متعددة، كان في تعاون مستمر بيناتكم يعني كفريق عمل واحد. يعني كنا نتابع المباراة في المساء، ومع الساعة 8 نجهز المادة ونحاول نتصل رغم صعوبة الاتصالات. في تلك الفترة يعني كانت ما كانتش اللجان الشعبية للرياضة تقدم لنا في أي مساعدة. فأنا أذكر أن أول ما تابعت مباراة في ملعب مصراتة الجماهيري، نعم، وكنت أكثر من 5 مباريات نتابع فيها في المدرجات. فكنت نجلس مع المدرجات الناس تتساءل من الزين هذا، مين اللي يكتب؟ كانوا يعتقدوا اني من صديتنا او من منطقة ثانية، على اعتبار ان احنا في البلديات الحقيقة صعب التعليق وصعب الكتابة. لأن احنا في مصراتة عندنا فريق واحد، والجماهير اللي موجودة واللي تتابع المباراة بتشجع، وهي لا تنظر للفريق بنظرة الناقد أو بنظرة الإعلامي. هي تنظر للفريق بنظرة المحب المتشجع، وهنا تختلف وجهة النظر. صحيح. اختلاف كلي، ودرجة الرضا دائما متفاوتة يعني. فكان احيانا عندما الفريق ما يفوزش او احنا نتعرض لاشياء وقعت داخل الميدان، دائما ما نلقى سالب شيء غير سلبي نلاحظه في طباعات الناس. يعني فانا كنت نتذكر ان كما حكيت